ومحتار واش دير عام ديال اللغه اولا تبدا النيشان في التخصص. التخصصات في الصين كتكون باللغه الانجليزيه، هذا الشيء كيعني الا كنتي متمكن من الانجليزيه وعارف التخصص اللي باغي تقدر تبدا النيشان وتربح الوقت. ولكن الدراسه في بلاد جديده ماشي غير مساله ديال اللغه، وانما كاين فرق كبير من ناحيه الثقافه، من ناحيه طريقه التدريس، وحتى من الحياه اليوميه. هاد التغييرات كتحس بهم انت كطالب خصوصا في البدايه، وكتبغي شويه الوقت باش انك تتاقلم. هنا فين كيجي الدور الكبير ديال السنه التحضيريه او ما يسمى بعام ديال اللغه، واللي هو فرصه باش تعلم اللغه الصينيه شويه بشويه وتعرف على الثقافه وتولف حتى الجو، وحتى انه تجرب مختلف التخصصات قبل ما تحسم على شنو يناسبك. البروغرام ما كيكونش شارجي، كتقراو غير نص نهار، وهنا كيكون عندك الوقت الكافي باش انه تندمج وتكتشف وتوجد راسك مزيان. يعني الا كنتي محتار، العام التحضيري كيوفر عليك الوقت والمساحه باش تقرر بلا ضغط. اما الا كنتي واجد ومتيقن في التخصص النيشان كيوفر عليك الوقت، ولكن كيطلب تكون حاضر من النهار الاول. انت شنو كتفضل، سنه تحضيريه اولا التخصص النيشان؟ هذا كان من بين الاسئله اللي كيطرحوا لنا بزاف. الا كان عندك شي تساؤل اخر خلينا في كومونتير.